جماعية القوانين الرجعية إدانة جماعية وزارة الداخلية والعمالة التهيئة إدارة جماعية وزارة الداخلية القوانين حنكاري يا حنكاري بوقعتي هي داري ورد بالك يا حنكاري بوقعتي هي داري بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون فينا هي وياك حنا مواطنين والجواب يجي في الحين وياك حنا مواطنين والجواب يجي في الحين على هذه المهزله اللي انتم كتشوفوها قدامكم، حنا راه مشتريين هادو واقفين في الاراضي ديالهم، شرينا بفلوس، ماشي كنا بانين براكه وجاو حيدوها واستفدنا. حنا عندنا حق من الحقوق وحنا راه ما غتنازلوش عليه. قوه القانون ما غتنازلوش عليه. تنطلب الله سبحانه وتعالى ان هاد المظاهرات اللي كاينين دابا يبقاو هنا، لان المظاهرات ان شاء الله باذن الله غتكون خارج البلاد. وحنا كجاليه حنا فيما كطلبنا وزاره الخارجيه باش نمثلوا المغرب ضد بوليزاريو وضد الصحراء، كنكونوا هنا كنجيو كندافعوا على بلادنا، ما كيهمنا حتى واحد. ولكن باش نجيو لهاد البلاد ديالنا ونشريو برزقنا حنا والاخوان ديالنا اللي كاينين هنا في المغرب ويتنصب علينا بهذه الطريقه هذه، راه حنا ما ساكتينش. وزيدوا فوق هذا الشيء كاع كامل حنا راه واقفين في ارضنا وما غنتنازلوش. كنطلب الله عنا المسؤولين في الاسابيع القادمه يلقاو معنا حل، لان موراها راه غتخرج على السيطره. وحنا الحمد لله سيدنا راه في خبار وهذا الشيء اللي واقع دابا، رساله راه دارت هذه 10 ايام وصلاتو الحمد لله. ومعانا عاش الملك. سيدنا تيقول لنا دخلوا لبلادكم، هو وحدين تيجرب علينا. راه ما بغاتش تفهم ليا هذه. حنا في الخطابات الملكيه الساميه كاع كامله اش كيقول لنا سيدنا؟ مرحبا بالجاليه، لانه هو كيعرف القيمه ديال الجاليه، شنو كتدخل الجاليه للبلاد وشنو الجاليه كتمثل ليه على خارج البلاد. وحنا تحت الاشاره ديالو. سيدنا معانا ولي المسؤولين ديالنا بغاو يديو لنا رزقنا. ولحد الان راه كاينه اداره وحده اللي كتعامل معنا، هي اداره الامن برئاسه ديالها السيد حموشي، كنشكروا من هذا الموقع والقوات المساعده. اما حتى اداره محلت لنا الباب، وحنا راه ما غنتنازلوش على حقنا باش ما بغاو. والله يجازيكم، وتنشكر جميع المنابر اللي حضروا اليوم. السلام عليكم، معكم الاستاذ المحجوب قيدوم المتضررين في هذه التجزئه. انا جيت كنعبر على الصوت ديالي بالرفض والاحتجاج للمسؤولين المحليين اللي صدروا واللي كانوا السبب في تعطيل المشروع الثانيه. هذا المشروع هذا اللي دار في 2008 بموجب شراكه ما بين الجماعه السلاليه ولاد وجيه والداخليه وشركه العمران، وبموجبه تفويت هذه القطعه الارضيه المسماه الثانيه اللي فيها 56 اكتار تفوتت العمران جزأتها، دارت لها واحد التصميم وعطات واحد 810 لذوي الحقوق، حق عيني ذوي الحقوق تسلموا شواهد اداريه، ومنين تسلموا الشواهد الاداريه الناس محتاجين الفلوس باعوا حقهم، حنا محتاجين السكنه شرينا من عندهم. وهذاك السلالي مشى بحاله، فيهم اللي مات، فيهم اللي انتقل، فيهم اللي ما عندوش. وحنا اليوم من بعد واحد سنوات كنتفاجئوا بالقرار في شهر مارس 2022 الشؤون القرويه كتصدر واحد القرار على ان المشروع طال الامد ديالو وغيتلغى، وبموجبه كيوقع ديال التحرير ديال هذا المشروع. الشؤون القرويه ما كانتش على علم او ما عندهاش معلومات كافيه على ان هذه التجزئه فيها مجتمع مدني، فيها ما يربو على 5000 فرد، 810 بقعه، وكل بقعه اسره، وكل اسره متعدده الافراد. حنا ما عندناش فين نمشيو وما عندناش الفلوس باش نشريو،
وهاد الفلوس اللي غنشدو حنا من عندنا غنشدوها السلالي مشى بحالو. كاين اللي مستعد يمشي للحبس ما عندوش، ما يمكنش انا نبقى مشرد وندي واحد اخر للحبس باش واحد لوبي العقاري يدي باش يدي هو الارضيه يدير فيها مشروع خاص به. حنا مواطنون مغاربه عندنا حق في المواطنه، ومادام هاد البلاد رئيسها وملكها هو صاحب الجلاله نصره الله، حنا في الظل ديالو، في الظل ديال العرش ديالو، وهو ما عيدوزنا شيء. ومن هذا المنبر كنوجه نداء لصاحب الجلاله، الله يرحم صاحب الجلاله نصر الله، يتدخل ويشوف بينا بعين الرحمه ان راه طال علينا العهد ورحنا معذبين في ديور الكرا وفي ديور الرهن. الله يرحم الوالدين الى ما المسؤولين ديال هذه البلاد ما يفوتوش هذا العقار لجهه اخرى، والا راه غيكون واحد التشرد. راه معنا اليتامى ومعنا الفقراء بزاف، وهذا المشروع راه حنا ما نتخلاوش عليه. والمسؤولين ونداء المسؤولين المحليين قبل ما يولي مساله راي عام وراي دولي، راه كنوجهوا لكم النداء فكوا هذا الموضوع في اقرب اجل. وحنا راه ما غنصبروش اكثر من واحد شهر ولا شهرين الامور ديالنا، وغنتقلوا محطات اخرى من غير الاحتجاج. وما فينا ما بغيناش نتواجهوا معكم وما باغينكمش تواجهوا معنا. الله يرحم الوالدين الى ما فكوا لنا هذا الامر في القريب العاجل، وما ضاع حق وراءه طالب. وشكرا للجميع. إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. اليوم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظم هذه الوقفة للتضامن مع الناس اللي اقتنوا بقاع في الجزيئة الثانية. هذه البقاع تقتنات بواسطة شواهد إدارية تحت إشراف السلطات المحلية في إطار واحد المشروع اللي كان في شراكة بين الجماعة السلالية ووزارة الداخلية والعمران، اللي نتفاجأ بعد استكمال كل الدراسات والتصاميم أن وزارة الداخلية متمثلة في الشؤون القروية مديرية الشؤون ألغت هذا المشروع. هذا قرار تعسفي يتسم بالشطط في استعمال السلطة، يخالف التوجهات الملكية حول المهاجرين وحول الفئة المتوسطة. وبالتالي فنحن نطالب وزارة الداخلية أنها تتراجع على هذا القرار، لأنه أولا تضيع الحقوق ديال المئات ديال المواطنات والمواطنين، يتسم بالشطط في استعمال السلطة. وبالمناسبة نحن نطالب بفتح تحقيق حول لوبيات العقار ونهب الأراضي السلالية وأملاك الدولة اللي كثرات وتجاوزات الحدود في هذه المدينة، مدينة القنيطرة. النهب مستمر بواحد الشكل متجاوز فيه ديال الأراضي السلالية ديال الأملاك المخزنية، وعندنا الدلائل والملفات جاهزة. لذلك حنا نعتبر ان كل المشاريع الملكيه، المشاريع اللي تتراهن عليها الدوله تعثرت في الوقت اللي المشاريع الخاصه والمشاريع ديال لوبيه العقار كتمشي بواحد السرعه فائقه. علاش هاد المغربين، علاش هاد التمييز؟ نطالب بفتح تحقيق وبتمكين كل المواطنات والمواطنين من بقاعهم. عطاوناش بقاعنا حتى حنايا راه تخرنا بهادشي ديما كل حد هذا، حتى حنا كنبغيو نرتاحوا كي بحال الناس الاخرين. علاش حنا ما يعطيوناش بقاعنا؟ علاش هما احسن منا بشي حاجه؟ كنا ربي خلقنا بعقوله وكل شيء، علاش من اللي ما يعطيوناش؟ اللي بغى يلتحق به حنا بغينا البقاع ديالنا، حتى حنا بحالنا بحال الناس نسكنوا حتى حنايا. حنا الدار اللي ساكنين فيها دابا ما بغيناهاش، بغينا نسكنوا في هذه البقاع ديالنا. وعاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم. نحن لا نطالب باي شيء، نطالب فقط بعوده عوده البقاع الارضيه لاصحابها، ليرد كل حق لاعطاء كل حق لصاحبه. لا وش عليها وتقول ديالنا قاربنا ودافعين فيها الفلوس ديال ولدي. وشكرا. حقنا تنتمناو من الله يا ربي وهاد الوقفه، وتنطالبوا بالملك يعطينا حقنا، وهذا حقنا دافعين فيه فلوسنا، ماشي تنطالبوا شي حاجه لي فابور. خدمنا وردمنا باش نجمعوا دوك الفلوس باش نديروا وليداتنا دويره. هذه مده دابا 10 سنين وحنا تنطالبوا العمران تخلات علينا، وتنطلبوا من الملك هو اللي يجيب لنا حقنا ان شاء الله. وعاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم الاخت. هذه البقعه هذه بانت في ارض الوجود من 2012 2013 2014. شرينا بالقوانين عند النوطير، عند المحامون، عند المقاطعه، كل شيء داك الشيء. هاجرنا البلاد باش جمعنا هاد الفلوس باش غنسكنوا وليداتنا هما حدانا. في الاخير تنجيو كنلقاو هاد الناس هادو كيتماطلوا كل مره بالوعود. مره يقول لك عند العمران، مره يقول لك الداخليه، مره يقول لك سميتو. والبقعه هما من موراهم راه وصلت للسلا ومازال هي في الوسط، راه شتيها في وسط المدينه. هي ما بغاش تخرج للوجود، ما عرفناش علاش. وكناشدوا سيدنا والصحراء مغربيه والثانيه فينا هي. الصحراء مغربيه والثانيه فينا هي في الحقيقه هذا الشيء اللي وقعنا فيه راه ضحكه، وكنشوفوا فينا الجيران
والعديان الجيران ديالنا الحدود كنشف فيهم فينا، لان ما يمكنش هادشي حتى في العقل يتصور ان تتشري بالقانون وتجي اللي هي المسؤول السلطات اللي هي مسؤوله واللي عند في يدها زمام الامور وتجلس تضحك عليك وتتفلى عليك وتسويفات. فين هي الارض؟ البلان موجود، الشواهد موجوده، الوعود كاينه والتحقيق ما كاينش. دوجي كلها القنيطره هذا هو السيستيم باش غدا القنيطره كلها مشات بهادشي، لو فالون ولا دوجي فين ما مشيتي كلشي كيمشي بهاد القطاع الا راه شدينا شهاده من وزاره الداخليه الا هاد الثانيه اللي ما فهمناش شنو وقع فيها. يعني عرفتي علاش كبروا كرشهم عليها؟ فوالا لحاجه في نفس يعقوب. المباشر كل حد غنبقاو نديرو وقفه على اساس الوقفه الجايه غتكون في نفس التوقيت، سمعوا، وفي نفس المكان، ومن موراها غنديروا اجتماع في واحد القاعه اللي غنهضروا شي الهضره اللي ما غنهضروهاش هنايا، وغادي نقادوا الامور ديالنا. من بعد الوقفه الجايه كما قال السي دريس رئيس الرابطه الحقوقيه، راه من بعد غننتقلوا من الوقفات الاحتجاجيه التطبيق، راه غنديروا الاعتصام الاول هنا في الثانيه النهار كامل، ومن بعد المسؤولين المحليين ما بقاوش نهضروا معاهم، ما بغاوش يهضروا معنا وما بغاوش يفكونا، غنهضروا مع ديوان الملكي. من بعد الجاليه المغربيه كامله راه عندها مشروع فيه الوقفات الاحتجاجيه في المدن الاوروبيه المعروفه في ستراسبورغ وجنيف، غننتقلوا من ما هو محلي اللي هو وطني دولي، والمسؤولين يتحملوا المسؤوليه ديالهم في الوسط ديال هذه المدينه وفي الوسط ديال البلاد ديالنا. لسنا مسؤولون على ما يسوء البلاد ديالنا، حنا بامر بسيط شرينا حق من عند حق ديال ذوي السلاليين. السلالي باع لنا حقه موجب عقد عرفي موجب وكاله في الاتجاه ديال الاحتجاج، والدوله راها كتسمع والتقارير راها كتكتب. يمشوا للمحكمه، ما يمشي حتى شي واحد للمحكمه. المحكمه العليا اللي عندنا هي صاحب الجلاله. سنشكل لجنه للتواصل. ما يكذب عليكم حد. القضاء ما هو اللي عدلنا شيء. احنا سنتواصل مع الديوان الملكي لانه هذا حقكم وما عاطيكم حتى شي واحد شي حاجه. هذو فلوسكم والتوصيات ديال صاحب الجلاله بالنسبه للاجانب كانت واضحه. اللي جا لبلادو يستثمر مرحبا به وسهلا. اذا هذو الناس اللي كيحاربوا المستثمرين اللي جايين من البلاد من الخارج وضحوا بالغالي والنفيس وباعوا رزق ولادهم وضربوا تماره وتكرفسوا ونزادوا معهم الناس اللي هنا متقاعدين واللي باعوا اللي وراهم واللي قدامهم، هذو يجب ارجاع حقوقهم. هذه المعاناه اللي كتعانوا منها نفسيا، وهذو الاطفال مشاريع قنابل موقوته، لانه الا ما تحل المشكل هذا الطفل اللي مازال كيعاني الان مده 10 كاين اللي قبل ما يتزاد هو في هذا المشكل وها هو تزاد في هذا المشكل. اذا المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم وكل واحد حصل سيتحمل كامل المسؤوليه والى الامام. وتحيه نضاليه للجميع، شكرا جزيلا. هذا سؤال الجاليه، التجزئه فينا هي. هذا سؤال الجاليه، التجزئه فينا هي. هذا سؤال الجاليه، التجزئه فينا هي. سوا اليوم سوا غدا، الثانيه ولا بد، سوا اليوم سوا غدا، الثانيه ولا بد. عاش النضال وعاش الاتحاد وعاش جلاله الملك محمد الثاني. عاش الملك. نبقاو معاهم حتى يعطيونا بقاعنا. حرروا ارضي. الاخوان ديال الصحابه يجبروا كاينه واحد الندوه صحابيه باش نديروها مجموعين كاملين مع واحد الاخ. قولوا الحنكاري، قولوا الحنكاري، وفوق عشيه يا داري، قولوا الحنكاري، قولوا الحنكاري، وفوق عشيه يا داري. الله 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 الله. شوفوا شوفوا ويا